يا مساء الخير عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ووصفة جديدة. ولو لسه بتتفرجي عليا لأول مرة احب اعرفك بنفسي، انا هايدي وجيه ودي قناتي مطبخ على نار هادي. هنعمل مع بعض النهارده زي ما انتم شايفين صينية البطاطس الدايبة دي. طعمها حكاية، مش هتاخد معانا وقت، اسرع حاجة ممكن تعمليها وفي دقايق. يلا نبتدي مع بعض الفيديو ونشوف هنعمل ايه. انا معايا فرخة كاملة ومعايا طماطم، بطاطس متقطعة شرايح، وبصلايه متوسطه، وفصين توم مفرومين. اول حاجه زي ما احنا متعودنا، البصل هتبله، احط عليهم حبه ملح وحبه فلفل اسود ومش اكتر من كده. وبعد كده هقعد ادعكها لغايه لما تطلع كل العصاره اللي فيها، علشان كده بالنسبه لي تبقى هي دبلت واتبلت. اما الفرخيه الكبيره اللي عندي ديت احنا متبلينها من قبلها بيوم زي ما احنا متعودنا مع بعض. البصله صغيره بملح وفلفل وبس، مش هتاخد اي حاجه تاني. بعد ما نضفناها كويس جدا بتبلها من قبلها بليله واسيبها على الرف. انا كده بقعد ادعك بقى لغايه لما البصله احس ان هي نزلت الميه بتاعتها كده، وكده يبقى هي تمام. انا جايبه هنا بطاطسيتين مقطعهم يعني شرايح متوسطه، ولا كبيره قوي ولا صغيره قوي. وبعد كده هنزل عليها بالبصل وانزل عليها بالثوم، دول فصين توم واخدين حبه ملح بس. هبدأ بقى ادعك كله في قلب بعضه كده علشان طعم البطاطس تبقى متطعمه بالملح والفلفل ومتبله، لان الفرخه عندي خلاص اوريدي هي متبله تمام كده. بص الطماطم بتاعت اليومين دول بقى حلوه قوي، تنفع بقى تخزين، تنفع للطبخه على طول اول باول. زي ما انتم عايزين، بس هي مش محتاجه يتحط لها اي صلصه. حمرا وحلوه وزي الفل، عامله زي التفاحه اهو. بص شكلها جميل ازاي. انا مرضتش اضربها في الخلاط قبل ما اطلع لكم عشان اوريكم قد ايه هي شكلها جميل وحلو. انا بقى اقعد كده الملكه بتاعتنا الفرخيه على العرش بتاعها، وكده يبقى احنا خلصنا. ما فاضلناهاش غير ان احنا بس بص الكبد والقوانص هخبيها من تحت كده علشان خاطر ما تتحرقش مني مع السوا الجامد. تمام كده علشان بتنشف. هنا بقول لكم انا فاتحه القلب بتاع الفرخه ومنضفاه من جوه. هبتدي بقى اجيب حبه كاري وادعكها كده بيها عشان الفراخ بتحب قوي الكاري، واحنا بنحب طعم الفراخ فيها قوي. وهديها طبعا رشه الزعتر بتاعه الشوي، ده لازم. انا بحب جدا طعم الزعتر يعني في معظم الاكلات يعني. انا بس بدعكها كده دعكه حلوه علشان تاخد من طعم الكاري، بس هي اصلا متبله زي ما احنا ما قلنا ببصلايه بملح وفلفل. هديها بس رشه بسيطه كده بتاعه الزعتر، حاجه بسيطه خالص. انا بحب استخدم الحاجات اللي هتتشوي او هتخش الفرن، اديها ريحه الزعتر، بتبقى طعمها حلو قوي واخده ريحه حلوه قوي. بس كده ضربت بقى طماطم في الخلاط، وهبتدي بقى اغطيها. هرفع الصينيه بتاعتي دي واغطيها على النار من فوق الاول، اديها غلوه واحده عقبال الفرن ما يسخن عندي. بس كده تاخد غلوه واحده فوق، وبعد كده ندخلها جوه الفرن. احنا ما حطيناش سمنه وما حطيناش زيت. قبل ما تخش الفرن على طول بديها معلقه سمنه، وبعد كده بدخلها الفرن. هنعمل بقى مع بعض حبه رز بالشعريه كده اقدمهم جنبيها زي ما انتم ما شفتوا. معلقتين سمنه حلوين كده، سمنه بلدي، وهنزل بحبه شعريه كويسه. بحب جدا الشعريه تبقى اكتر من الرز، او على الاقل الاتنين قد بعض عشان يبقوا لونهم كده زي الفل كده حلوين جدا. بعد ما الشعريه بتاعتي اتحمرت هنزل بحبه الرز عادي خالص خالص اهو زي ما انتم ما شايفين، رز مصري زي ما انتم ما بتعملوه. هنا بقى التكايه عشان الرز يطلع مفلفل ويطلع لونه بيلمع، اديتها حبه زيت، مع ان انا اصلا عاملاه بالسمنه، بس اديته حبه زيت عشان يفلفل. حبه الملح، وبعد كده هسقيه ميه يا دوبك نغطيه، مش زي الرز البسمتي. بس كده خلاص هحطه واوطي عليه، والصينيه بتاعتنا في الفرن. الاكله خلصت على كده. بس اوعي تمشي وتسيبي الفيديو، انزلي حطي لايك واعملي اشتراك في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده عقبال ما صينيه البطاطس تطلع من الفرن. اهي طلعت. بس كده خلصنا الاكله بتاعتنا. والاطباق اللي انا عملت لكم عليها ريفيو قبل كده جميله جميله جميله، كلنا حبيناها قوي قوي، وبتعمل للاولاد بجد يعني فتحه نفسي كده ان هم بياكلوا حاجه جميله شكلها مختلف. بس بقى يلا، ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناه وفعلي زر الجرس لو عجبك الحاجات الحلوه دي. وطبعا اكبر لايك وكومنت منك سيبهولي تحت. وبشكر كل الناس اللي انضموا للقناه جديده. تعليقاتكم على راسي، مبسوطه جدا ان انتوا بتكبروا عيلتنا الحلوه، وشكرا ليكم.
اشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.